كان في جلسة اجتماع لأعضاء الكونجرس الأمريكي لمناقشة الحرب على إيران، واللي دخلت فيها أمريكا مع إسرائيل يوم 28 فبراير، وقاموا بقصف العاصمة الإيرانية والعديد من المدن الإيرانية علشان يوقفوا إيران عن برنامج التسلح النووي، وإن أمريكا وإسرائيل شافوا إن إيران خطر على منطقة الشرق الأوسط وخطر إنها تمتلك سلاح نووي. أحد القادة العسكريين المتقاعدين في أمريكا الرقيب براين ماجنس اعترض على قيام أمريكا بالاشتراك في الحرب دي، وقال إن دي حرب غير مبررة، وإنها على حساب الشعب الأمريكي، وإنها بتقصف الأبرياء في إيران، وإن ما كانش ليه داعي دخول أمريكا للحرب دي اللي بتستنزف الاقتصاد وبتكون على حساب الشعب الأمريكي والأبرياء سواء من أمريكا أو من إيران. اعتراض الراجل قوبل بمنتهى القسوة والعنف من الأمن المتواجد في القاعة، وقاموا اعتدوا على الراجل وشالوه لإلقائه بره القاعة بطريقة مهينة جدا. وأحد أعضاء الكونجرس اشترك في العنف ده ضد الرقيب المتقاعد وزقوا بمنتهى القسوة، لدرجة وهم بيطلعوه بره القاعة إيد الراجل الشمال اتحشرت جوه الباب وتعرضت لكسر مضاعف، وتم إخراجه بقوة بره القاعة. دي أمريكا الحريات، دي أمريكا اللي بتتكلم على حقوق الإنسان. قاموا بعمل إجرامي وقصفوا مدرسة في إيران، بيدمروا مصافي النفط في إيران وحقول البترول، وكلهم إجرام. والكل واعي ومتابع قوي ان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الدولة القذرة راكب دونالد ترامب زي الحمار وبيسوقوا لتدمير وإشعال الشرق الأوسط. طبعا وضع خطير جدا بسبب قذارة وحمقى رجال السياسة في إسرائيل وفي أمريكا، والأبرياء بيدفعوا الثمن للأسف من أرواحهم وممتلكاتهم.